السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد نهاية مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز موسم 24-25 بنصور لكم فيديو عن أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ نفس الدوري المصري ده، لا في تاريخ الدوري المصري بقى كله من أول ما بدأ لحد وقتنا هذا، يعني بعد الجولة الأولى من موسم 2024-2025. وهقول لك ليه أنا حاسبها معانا عشان هي فعلا ضمن القايمة. ويلا بينا نبدأ من المركز العاشر للمركز الأول على طول. بس حابب افكرك لو لسه مش مشترك في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتسيب لي كومنت تقول لي مين اكتر لعيب اتفاجئت انه في القايمه، ومين اكتر لعيب اساسا كنت متوقع انه يبقى جوه القايمه دي، وتقول لي مين اكتر لعيب كنت فاكره يبقى في القايمه وما لقيتوش في القايمه. يعني انا عايزك تقول لي كل حاجه من الاخر. ويلا بينا نبدا، يلا بينا. في المركز العاشر لاعب اسطوري مش هتعرفه، وانا ما كنتش اعرفه، انا مش هكدب يعني، وصورته اهي وقابلني لو عرفته غير ما احكي لك عنه. اللاعب هو لاعب نادي الترسانة المخضرم، صاحب لقب هداف الدوري المصري، مش مره ولا اتنين، لا ده 3 مرات. ما حدش عمل الانجاز ده غير 4 لاعبين بس في الدوري المصري، يعني انجاز تاريخي انه ياخد هداف الدوري المصري 3 مرات، موسم 56-57 و57-58 و59-60. يعني عمل كل حاجة في الدوري المصري زمان. اللاعب هو حمدي عبد الفتاح، لاعب نادي الترسانة برصيد 92 هدف كاملين في الدوري المصري وبقميص نادي الترسانة فقط. ننتقل سريعا الى المركز التاسع، ومش عارف سريعا ليه، لان اللي في الصورة قدامك ده اسطورة وانت عارفه وانا عارفه وكلنا عارفينه، لانه هو اللاعب المشهور جمال عبد الحميد، صاحب 101 هدف، يعني كسر 100 واعتزل ورايح دماغه من الدنيا وما فيها. 101 هدف في الدوري المصري الممتاز بقميص نادي الزمالك والاهلي. ومش بس كده، جمال عبد الحميد مسجل اهداف كتيره مع منتخب مصر خلته من اكتر 10 لاعبين تسجيلا للاهداف في تاريخ منتخب مصر. بالمناسبه احنا كنا عاملين الفيديو والصوره ظهرت قدامك اكيد، فهتلاقي لينك الفيديو فوق على اليمين او على الشمال على حسب اللغه اللي بتتفرج بيها على اليوتيوب، وهتلاقي لينك الفيديو برضو في الديسكريبشن. انا مش هسيبك عشان تتفرج على الفيديو وهتعرف بقيه المراكز، لان بقيه المراكز اساسا كلها لعيبه جامده جدا. ننتقل الى صاحب المركز الثامن. المركز الثامن معانا اهو كابتن محمد ابو تريكه، انا ما بخبيش على حد المعلومات، اهو كابتن ابو تريكه هو صاحب المركز الثامن بقميص ناديي الترسانة والاهلي. كابتن محمد ابو تريكه. كابتن ابو تريكه كان معانا في قائمه تانية، وهي اكثر لاعبين تمثيلا لمنتخب مصر، يعني اكتر الناس اللي لعبت بتيشيرت منتخب مصر، غير ان هو فعلا من اكتر لاعبين تسجيلا مع منتخب مصر برضه. فهو موجود في الفيديو بتاع جمال عبد الحميد، انا كده حرقت لك مركزين من ال10، وموجود مع اكثر لاعبين تمثيلا لمنتخب مصر. وهتلاقي برضو لينك الفيديو، الصوره ظهرت لك اكيد، موجود في الديسكريبشن برضو وظهر لك على اليمين او على الشمال، فاتفرج عليه برضو. مش عارف انا جاي اسوق لفيديوهات تانية ولا اعمل لك الفيديو ده، بس هي الصدفه اللي خلتني اقول كده. وسجل كابتن ابو تريكه مع نادي الترسانة والاهلي في الدوري المصري عبر تاريخه 106 هدف، وده رقم كبير جدا 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 للاعب وبقيمه وحجم ابو تريكه. هنروح بقى للمركز السابع، ومعانا في المركز السابع نجم من نجوم كاس العالم 90 وصورته قدامك، لو انت ما عرفتوش يبقى الغلط من عندك، لان معانا في المركز السابع كابتن احمد الكاس، صاحب 107 هدف في تاريخ الدوري المصري. بس مش كده وبس، كابتن احمد الكاس معانا في نفس القائمتين اللي فيهم ابو تريكه وجمال عبد الحميد، اكثر لاعبين مشاركه مع منتخب مصر واكثر لاعبين تسجيلا للاهداف مع منتخب مصر. كابتن احمد الكاس ب 107 هدف، ابرزهم مع نادي الزمالك ونادي الاولمبي، يعني هو لعب في انديه كتيره جدا بس ابرز الاهداف احرزها مع الاولمبي ونادي الزمالك. فاحمد الكاس معانا في القائمه في المركز السابع، غير انه في قائمتين تانيين سايب لك برضو اللينك تحت في الديسكريبشن. تقريبا انا بحرق الفيديوهات كلها وانا بعمل الفيديو ده عشان خاطر الناس اساطير وعملوا كل حاجه في الكوره، فبيتذكر اساميهم في اكتر من فيديو. ومعانا في المركز السادس اسطوره النادي الاهلي ورئيس مجلس الاداره حاليا، يعني رئيس النادي الاهلي محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب موجود في القائمه معانا في المركز السادس، مسجل 109 هدف. كابتن الخطيب لعب للنادي الاهلي، وكابتن محمود الخطيب من اكثر 10 لاعبين برضو تسجيلا مع منتخب مصر. انا مش عارف الفيديو ده بيحرق فيديوهات تانية بالكامل، فلو عايز تتفرج بعد ما حرقت لك نص الفيديو تبقى كتر خيرك، مش عايز خلاص انا يعتبر قلت لك اللي في الفيديو كلهم الا كام مركز شكلهم هيتقالوا بعدين. وبكده كابتن الخطيب يكون في المركز السادس ومسجل 109 هدف بالظبط. جينا بقى لاول 5 مراكز، فبنتكلم على لعيبه اجمد من اللعيبه الجامده اللي اتكلمنا عليهم، وده حاجه غريبه جدا لان اللعيبه اللي اتكلمت عليهم اساطير. احنا اتكلمنا على جمال عبد الحميد وابو تريكه واحمد الكاس والخطيب وحمدي عبد الفتاح، فتخيل بقى اما المركز الخامس نتكلم هيبقى معانا الكابتن اللي في الصوره قدامك وما تعرفش ومستنيين اقول اسمه، هو الكابتن مصطفى رياض،
لاعب نادي الترسانة، وبالمناسبة راح احتراف فترة قصيرة لمدة سنتين في نادي السالمية الكويتي ورجع تاني. بس كابتن مصطفى رياض مش قليل عشان بيتحط في المركز الخامس كده وخلاص، لا هو فاز بهداف الدوري مرتين وصاحب اول دوري لنادي الترسانة مع اللاعبين الاخرين اللي هنذكرهم في الفيديو ذكرناهم، زي كابتن حمدي عبد الفتاح متوج معاه برضه بالدوري، يعني كابتن حمدي عبد الفتاح متوج بهداف الدوري 3 مرات، بينما كابتن مصطفى رياض متوج بهداف الدوري المصري مرتين 2 فقط. بس ده ما يمنعوش يكون جايب اجوان اكتر منه بكتير، لان كابتن مصطفى رياض على العكس جايب 122 هدف في المركز الخامس، ده بيخليه خامس اكثر لاعب تسجيلا للاهداف في تاريخ الدوري المصري مع نادي الترسانة فقط. برضه في المركز الرابع معانا الكابتن السيد الدزوي. كابتن السيد الدزوي من لاعبي نادي المصري المميزين جدا ومن اساطير نادي المصري، بل يكاد يكون اكبر اسطوره في المصري هو السيد الدزوي بعد تدريب بوشكاش الفريق. دي اهم حاجه حصلت لنادي المصري ان السيد الدزوي لعب عندهم. بس مش كده وبس، السيد الدزوي راح كمان النادي الاهلي، بس بعد كده رجع على المصري تاني واعتزل وختم حياته هناك. السيد الدزوي هو رابع هدافين الدوري المصري عبر تاريخه ب 127 هدف كاملين، وده رقم كبير جدا 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 اصلا، لان عدد مباريات الموسم كانت اقل من عدد مباريات الموسم دلوقتي، فدي حاجه تحسب للجيل القديم بشكل كبير. واضح تفوقهم العالي جدا في القايمة، يعني زي ما انت خد بالك. ننتقل الى اول 3 مراكز، وطبعا الصورة باينة قدامك، لاعب النادي الاهلي، الاسماعيلي، بيراميدز، وحاليا بيلعب في الزمالك ومكسر الدنيا معاه، هو كابتن عبد الله السعيد، صاحب كل حاجه في الكوره. بصراحه انا لما اجي اتكلم على عبد الله السعيد لازم اتكلم شويه حلوين، لان كابتن عبد الله السعيد فوق ال 39 سنه اولا مبدئيا، ثانيا لسه بيلعب، ثالثا هو عامل رقم قياسي تاريخي مسجل في 19 موسم على التوالي، وما يسبقوش في الرقم ده غير كابتن حسام حسن اللي مسجل ل 20 موسم على التوالي. فانت بتتكلم على واحد مش مهاجم اصلا وعامل الرقم ده، غير استمراريته المرعبه في الملاعب، لانه لو خلص الموسم ده هيكون كمل ال 40 سنه، ربنا يديله الصحه وطول العمر يا رب. زائد ان هو ثالث هدافين الدوري المصري عبر تاريخه، ده رقم كبير قوي على لاعب صانع العاب انه يبقى في المركز ده وفي القايمه دي، ان انا اقول اسمه حتى ده حاجه كبيره جدا انه يخش القايمه دي، وبيلعب في نادي الزمالك وما زال بيلعب وما زال بيأدي وما زال بيسجل وما زال بيصنع، لان اساسا عامل الفيديو ده على حس جونه في الماتش اللي فات. بعد هدف كابتن عبد الله السعيد في شباك البنك الاهلي، عبد الله السعيد بيوصل ل 130 هدف في الدوري المصري في المركز الثالث زي ما قلت لك، وده بيخليه من اساطير الكره المصريه اللي بيحاولوا يجتهدوا ويكسروا ارقام قياسيه جديده. وفي المركز الثاني القلب، الروح، الجرينتا، الاصرار، العزيمه، كابتن حسام حسن. اما بنتكلم عن كل دول حسام حسن اول واحد بيجي في بالك، جرينتا مبالغ فيها، عصبيه في ارض الملعب وخارج ارض الملعب، بيعمل كل حاجه عشان يكسب، كل حاجه من تسجيل اهداف، حتى في التدريب تحس عايز ينزل يجيب جون وهو بيدرب. كابتن حسام حسن مش بس تاني هدافين في تاريخ الدوري المصري، ده كمان من اكثر اللاعبين تسجيلا مع منتخب مصر ومن اكثر اللاعبين تمثيلا لمنتخب مصر. وطبعا سبت لك الفيديوهات، بس اللي محدش يعرفه ان هو من اكثر اللاعبين في العالم تحقيقا للبطولات، ايوه في العالم مش في مصر، وده لينك الفيديو عشان تصدقني. وكمان المفاجاه ان هو مش اللاعب المصري الوحيد اللي في القائمه اساسا في الفيديو ده. كابتن حسام حسن في المركز الثاني الاكثر لاعبين تسجيلا في تاريخ الدوري المصري برصيد 168 جول كاملين، وابرز الانديه اللي لعب فيها طبعا الاهلي والزمالك في الدوري المصري، غير انه كان ليه فتره احتراف، يعني لو كان رجع كان ممكن يبقى في المركز الاول عادي جدا لانهم قريبين جدا من بعض. وهنخش دلوقتي على المركز الاول. المركز الاول زي ما باين قدامك في الصوره، انا بحب الكابتن ده جدا والله، كابتن حسن الشاذلي الله يرحمه، هو المركز الاول واكثر لاعبين تسجيلا مع منتخب مصر برضه في الاهداف، متواجد في القائمه وبقوه، بس مش هقول لك مركزه، انا سيب لك اللينك كده كده وانت هتتفرج براحتك وتقول لي مركزه ايه اساسا في القائمه. غير كده ان هو من اكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ الدوري المصري، بل الاكثر ب 173 جول مع الترسانه، غير انه محقق هداف الدوري اكتر من مره، غير انه محقق الدوري مع الترسانه، غير انه محقق اول بطوله افريقيا لمصر مع المنتخب، زائد ان هو عمل كل حاجه في الكوره. انا اللي بيضايقني وبيخليني اتجنن ان انا مش لاقي له ولا فيديو ولا حد بيفخم من انجازاته واسطورته الرياضيه، رغم انه محقق كل حاجه، يعتبر مقفل اللعبه في مصر هو كابتن حسن الشاذلي. فليه ما حدش بيتكلم عليه؟ واحد جايب 173 هدف في الدوري المصري، بيضعوه على سلم الترتيب وقمته
في هدافين الدوري المصري ما بيذكرش ده. حتى انا لو من الاتحاد المصري هعمل جايزه هداف الدوري المصري باسم حسن الشاذلي، لان الراجل ده حرفيا تاريخ. احنا ما بنتكلمش على تاريخ بلدنا، هو ده تاريخ بلدنا في الدوري المصري. هو حسن الشاذلي اكثر لاعب الدوري المصري تسجيلا للاهداف عبر تاريخه، وهو كابتن حسن الشاذلي. وبكده نكون قلنا كل الاسامي وكل القائمه معاكم. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم.